السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل النهاردة مع بعض تحلية يوم الخميس. لازم بقى السهرة كده والتجمع قدام التلفزيون، والولاد بكرة اجازة. هنتفرج على فيلم بقى حلو كده لطيف او مسرحية حلوة مع بعض. عايزين نعمل حاجة حلوة سهلة وسريعة واقتصادية، وفي نفس الوقت ما نقفش في المطبخ كتير وما نتعبش فيها. هنعمل كل يوم خميس بإذن الله تحلية سهلة وسريعة لزوم السهرة بقى والتجمع وكده. ولو مثلا حد قاعد عند عيلته فهتقدروا تعملوها بكل سهولة من غير ما تبهدلوا حواليكوا. تابعوا معايا الفيديو لحد الآخر، ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لو لسه مش مشتركين. ويلا نشوف بقى وصفتنا التحفة دي هنعملها ازاي. اول حاجه هنجيب لفه جلاش وتاكدي ان هي طازه، عشان انا بصوا اللفه اللي انا معايا دي غلبتني وزهقتني جدا في الشغل لانها طلعت ناشفه ومش طريه. اتاكدي من المكان اللي انت بتجيبي منه ان هو الجلاش بتاعه كل يوم بيبقى طازه عشان يريحك في الشغل. جبت بقى لفه الجلاش وهاخد منها كل ورقتين مع بعض، هدهن بينهم كويس جدا بخليط من السمنه والزيت. عايزه زيت بس عشان يبقى اخف مفيش مشكله، عايزه سمنه بس مفيش مشكله. ادهني كويس جدا وطبقي وادهني، افضلي يعني كل ما تطبقي تدهني لحد ما توصلي للشكل المربع اللي انت شايفاه ده. عايزه تعملي اي شكل تاني مفيش مشكله خالص، المهم ما تزوديش عن ورقتين عشان ما تبقاش تخينه معاكي كده ويبقى طعمها مش حلو. هي ورقتين حلوه قوي، هنطبقها بنفس الشكل واكمل كل الكميه بنفس الطريقه ونفس الشكل. انا اختصرت الفيديو على قد ما قدرت، ما رضيتش اعمل معاكم كميه كبيره عشان تقدروا تشوفوه لحد الاخر. ولو عجبكم تعملوا له شير على صفحاتكم الشخصيه عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. خلصت كده كل الكميه وهنروح على البوتاجاز بقى نسوي مع بعض. على النار بقى هنجيب طاسة، مش شرط طاسة تيفال، ممكن ألمونيوم أو أي حاجة عندك، أو حتى الصاجة بتاعة البوتاجاز نفسها هتحطيها، بس لازم تسخن كويس جدا. ونديها دهنة زيت وسمنة ونحط بقى الجلاش بتاعنا ونقلبه كده على الناحيتين لحد ما ياخد لون حلو ذهبي كده زي ما انت شايفة من تحت ومن فوق، ويبقى مقرمش كده وحلو معايا. تقدري كمان تدهنيه وتدخليه الفرن، برضو مش هياخد ثواني في الفرن، بس البوتاجاز من فوق أسهل وأسرع وبينجز بصراحة، يعني بينجز كتير عن الفرن. وانتي واقفه كده ممكن وانتي مثلا بتعملي شاي او بتعملي حاجه شاي بلبن او حاجه تشربوها هتعمليه، مش هياخد منك وقت خالص. هنكمل كل الكميه بنفس الطريقه وبعدين اقولك هنحليه ازاي. وزي ما انتوا شايفين سهل جدا وسريع جدا، ما خدش وقت خالص. بصوا حتى التسويه كل واحده ما بتكملش دقيقه على النار، وبتبقى حلوه جدا لونها جميل ومقرمشه، وبجد طعمه حلو جدا هيعجب كل اللي هياكل منه. لو انت مثلا عند عيلتك متجمعين قومي اعمليها هتعجبهم جدا، لو انت مع ولادك هتعجبهم جدا. هي سهله جدا وسريعه، وان شاء الله كل خميس هنعمل حاجه سريعه زي كده ان شاء الله تعجبكم. لو لسه ما عملتوش اللايك بقى حطوا اللايك واعملوا شير واشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين، واهم حاجه تفعلوا زر الجرس. خلصنا تسوية كل الكمية، بعد كده هنوطي النار، نخلي النار شمعة يعني أوطى حاجة. بعد كده هتحطي بقى في نفس الطاسة كده وهي على النار، هتحطي كل اتنين جنب بعض وترشي عليهم رشة سكر بودرة أو سكر عادي أو سكر بني. أي سكر عندك هترشي عليها رشة سكر، وجنبك بقى كوباية كده فيها لبن عليه نقطة فانيليا أو رشة فانيليا بسيطة خالص. وهناخد بقى من اللبن كده على كل واحدة حبة لبن، وتحطي بقى فوقيهم اتنين تاني وترشي سكر وحبة لبن كده لحد ما تخلصي كل الكمية، وبعدين تقلبيهم الناحية التانية وتسيبيهم لحد ما يشربوا من اللبن، وهيبقى معاكي أحلى حاجة حلوة في الدنيا. لو عايزة تاكليه كده تمام، عايزة تحطي بقى حشوات تزيني براحتك. عشان نقدمه بقى بشكل حلو كده ولطيف هنجيب طبق، هناخد كل واحدة هنلفها رول. ممكن تحشيه قبل ما تلفيه رول، ممكن تحشيه مثلا قشطة، نوتيلا، تحشي كريمة، تحشي مثلا عندك بقية مكسرات، كنافة، جوز الهند. أي حشوة عايزة تحطيها حطيها تبقى طعمها حلو جدا. بس هو كده بالنسبة لي أخف حاجة وطعمه حلو جدا. هنلفه بقى رول كده ونسيبه ونشوف هنزينه ازاي. انا زينته بقى كده بشويه صوص فراوله، لو عندك صوص شوكولاته، صوص كراميل، مربى حليب، اي صوص عندك هينفع. ما عندكيش يبقى عسل نحل، ما عندكيش كمان عسل نحل يبقى رشه سكر بودره مع شويه سبرينكلز الملون الجميل ده، هيديله شكل وطعم حلو جدا ويعجب الولاد باذن الله. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير، واستنوني في تحليه الخميس الجاي باذن الله اجيب لكم اسهل واسرع تحليه وهتعجبكم جدا. واسيبكم بقى في حفظ الله واشوفكم في فيديو جديد ومع الف سلامه.